السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة كبيرة جدا وبيقع فيها أغلب الأخصائيين اللي بيشتغلوا مع الأطفال وخاصة أخصائيين التخاطب، ألا وهي تدليك أعضاء النطق والكلام. أغلب أخصائيين التخاطب دلوقتي أي طفل بيقع تحت إيده معاه جهاز المساج وشغال تدليك، اللي معهوش جهاز المساج لابس الجواندي وشغال تدليك في المنطقة دي. مش كل الأطفال بعمل لهم تدليك، مش كل الأطفال بعمل لهم تدريبات أعضاء النطق والكلام، مش كل الأطفال بيحتاجوا الشغل ده. نسبة معينة من الأطفال وليكن اللي عندهم مشاكل حركية في المنطقة دي هم اللي بيحتاجوا بس التدليك، ومش لازم بجهاز التدليك. مش كل الأطفال بيحتاجوا التدريبات دي، نسبة بسيطة جدا. أطفال زي أطفال الشلل الدماغي، لكن مش كل التوحد محتاج التدريبات دي، مش كل التأخر اللغوي محتاج التدريبات دي، مش كل اللي عندهم لدغات بيحتاج التدريبات دي، مش كل اللي عنده إعاقة عقلية بيحتاج التدريبات دي. طب طفل إعاقة سمعية، إعاقة سمعية مشكلته في السمع، بتعمل له تدليك ليه لمنطقة النطق والكلام؟ تدريبات أعضاء النطق والكلام لأطفال معينة اللي عندها مشاكل في الحركة، اللي مش قادرة تتحكم في أعضاء النطق بتاعتها. لكن مش كل الأطفال بتعملها تدليك، مش كل الأطفال تلبس الجواندي وتقعد ترفع عصف بقها، ده غلط. أطفال معينة، طفل توحد ما بيتكلمش وجهاز النطق عنده ما فيهوش مشكلة، مشكلته في مهارات ما قبل اللغة، تعمل له تدليك ليه؟